أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: عرس مغربي ينتهي بفاجعة مأساوية. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، انتهى عرس مغربي بمدينة طنجة بوفاة شخص ونقل آخر إلى المستشفى إثر انقلاب سيارة في حادثة سير خطيرة وقعت يوم أمس الجمعة فاتح دجنبر الجاري. وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن السيارة التي تعرضت للحادثة كانت تقل مدعوين للزفاف المذكور، حيث كان على متنها شخصان. توفي أحدهما ونقل الثاني في وضع حارج إلى المستعجلات. وأوضحت ذات المصادر أن السيارة المذكورة كانت تسير بالقرب من مارينا طنجة قبل أن يفقد السائق السيطرة على مقود السيارة بسبب السرعة والانزلاق الناتج عن الأمطار التي شهدتها المدينة. واستنفرت هذه الحادثة السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان فور علمها بالواقعة، حيث تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات. وفي مقابل ذلك، فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات هذه الحادثة وكشف أسبابها وترتيب الجزاءات ذات الصلة بالنازلة.